السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد الغباشي في عالم الأساس والديكور. التجميعة دي من الشورتس لمجموعة فيديوهات في سلسلة باسم رسائل وبريد الأصدقاء. في السلسلة دي هنستعرض رسائل الأصدقاء ونحاول نجاوب على كل رسالة بوجهة نظر الشخصية، لكن هناخد الرسائل بالترتيب عشان حبايبنا ما يزعلوش. يلا بينا. صديق لينا بعت لنا قال اللي هو معاه مبلغ معين وعايز يستورد من بره، ايه الحاجات اللي تمشي في مصر؟ خليك عارف ان الاستيراد ملوش قواعد، لان في لحظة ضوابط الاستيراد ممكن تتغير بالقرارات والترابيزه تتقلب عليك، لكن هنصحك بكام حاجه في ضوء معرفتي. اول حاجه قطع غيار السيارات لانها مش سهله تتصنع في مصر، ما عدا الحاجات اللي بسيطه اللي مش محتاجه صنع. تاني حاجه خامات البلاستيك زي الخرز، وداخله في اغلب التصنيع المصري، ومصانع كتير اتوقفت لان الخامه اللي موجوده مش مكفيه الطلب. تالت حاجه الورق، عجينه الورق صعب تصنيعها في مصر لان ليها صنعه معينه، وخلي بالك مصر لا تملك غابات شجريه اللي هي مهمه جدا في تصنيع الورق. رابع حاجه الشاي والبن ما بيتزرعش في مصر. خامس حاجه علف الحيوانات بكل انواعه، وركز على المواد الخام اللي بيتصنع منها العلف زي الذره البرازيلي وكسب الصويا وعباد الشمس. سادس حاجه والنقطه الاخيره، لو معاك مبالغ كبيره استورد فراخ وعربيات. والله زي ما بقول لك كده، الفراخ الفتره اللي جايه اسعارها هتزيد لان العلف مش متوفر، والعربيات موضوع عربيات المغتربين هيبقى فيه مصلحه جامده. وبالتوفيق ليه. صديق لينا بعت لنا بيقول ازاي اضمن نجاح مشروعي؟ عشان تضمن نجاح مشروع لسه هتعمله او تقويم مشروع شغال بالفعل وتعديل مساره، الحاجه الوحيده اللي ممكن انصحك بيها وانصح نفسي قبلك، حط خطه عمل. هتستعين بالله وتحط وقت لنجاح مشروعك حتى لو شهور او سنين، وبعدين تجمع داتا وتستشير على قد ما تقدر، ويساعدك لو وفقت في انسان ابن حلال عنده فهم وخبره للامور. وبعدين قسم هدفك لاقسام اصغر واستمر بتحقيقها حتى لو الانجاز صغير ويكاد ما يشافش، بس استمر وما توقفش، وخلي عندك عزيمه، وقيم نفسك بعد كل خطوة عشان تعدل مسارك. مش عيب ولا غلط، اكبر غلط انك تستمر في فعل فاشل بيديك نفس النتيجة المؤسفة. لازم تحدد كل الخطوات اللي ناوي تعملها من بداية الفكرة حتى نجاح المشروع، ويبقى عندك خطة تسويق، عارف انت هتصرف العفريت ازاي قبل ما تحضره. رسم الخطة هيخلي نفسيتك مرتاحة، وهتبقى متقبل لأي عقبات ممكن تقابلك، وربنا يوفقك للخير. وما تنساش تعمل لايك وشير. صديق لنا بعت لنا بيسأل ايه حكايه الرمله السوداء؟ الرمله السوداء اللي اعرفه ان زمان مصر كانت بتصدر الرمله السوداء الطن بدولار واحد، وهم بره بيعالجوها بيعملوا منها منتجات بالاف الدولارات. مصر عندها اكبر احتياطي من الرمله السوداء في العالم، وفي 6 معادن مهمين بيستخلصوا من الرمله السوداء، وهي الالمانايت والزيركون والجرانايت والروتيل والماجناطايت والمونازايت. والمعادن دي من اهم المعادن الاستراتيجيه حول العالم. بيستخدم معدن الالمانايت في انتاج الطائرات والصواريخ والغواصات، وبيستخدم معدن الزيركون في السيراميك والادوات الصحيه، واهم حاجه في تبطين المفاعلات النوويه. وبيستخدم معدن الجرنايت في احجار التجليخ، وبيستخدم معدن الروتايل في صناعه الاصباغ والبويات، وبيستخدم معدن الماجناطايت في صناعه الحديد الاسفنجي. اما معدن المونازايت اللي هو اخطر معدن فيهم بيستخدم كمصدر مشع، وبيدخل في الصناعات عاليه التقنيه. يعني اهتمام مصر بمعالجه الرمله السوداء بنفسها هيوفر خامات كتير في السوق المحلي اللي كانت مصر بتستوردها من بره، وده هيحرك الدنيا شويه باذن الله. وبالتوفيق للجميع. صديق الصفحة بعت رسالة على الناس اللي حواليه اللي بيتكلموا عليه وحش من ظهره. بص يا صاحبي، ما تزعلش نفسك. انا في رأيي ان اكتر خلق ذميم وبيأذي التاجر او الشخص نفسيا هو ان حد يتكلم عليك كلام وحش في ظهرك، وهو قدامك ما شاء الله عليه بيقول فيك كلام حلو. ومش شرط تاجر، احنا في زمن صعب، ممكن اخوات يتكلموا في ظهر بعض، ممكن زوجة او اهلها يتكلموا في ظهرك كلام وحش ويظهروك قدام الناس بصورة وحشة. ليه كل ده؟ اللي عايز يقول حاجة يقولها في وش الشخص المغدور او يسكت. انا بسمع قصص وحكايات بتحكي لي لو الواحد ايمانه ضعيف هيقول الدنيا ما عادش فيها خير. انا شفت بعيني وسمعت عن ناس تكون ماشية بالاصول وتتقي الله في حياتها مع القريب والبعيد، وبرضه ما سلموش من الاذية. عايز اقول للناس دي اتقوا الله. الخلق ان حد يتبلى عليك في ظهرك في الاسلام اسمه بهتان، وعقابه عند الله عظيم. تخيل ان ربنا وصف اصحاب الغيبة اللي اقل من البهتان في الخطورة، اللي هم بيذكروا مساوئ الشخص اللي فيه من وراه، ربنا وصفهم انهم اكلي لحوم بشر. ربنا يهدي الجميع وبالتوفيق. صديق للصفحة بعت لنا داخل على 40 ومفحوط في الشغل ومش عارف ارتبط، كل ارتباط بيبوظ من القايمة. زمان كان الجواز سهل والناس كان يهمها يشتروا الراجل بمعنى الكلمة، دلوقتي بعد انتشار التخوين بين الناس بقوا بيدوروا على القايمة. للاسف في رجالة ما تسواش في سوق الرجالة شيء، اهل البنت عشان مش واثقين فيه عايزين يمسكوه من حاجة تهدده طول حياته عشان لو اتغير مع بنتهم يقدروا يقوموه. وبرضه في بنات ما ينفعش تشيل مسؤولية بيت ولا ينفع تكون زوجة من الاساس، واهلها عارفين كده، وعشان كده بيربطوا الراجل بالقايمة عشان يلزقوها ليه طول العمر.
العمر، وتبقى ورقه ضغط عليه كوصل امانه. ما يعرفش بالقايمه يمارس قوامته لانهم عارفين ان البنت مش هتعمر معاه. الحل ايه؟ زي ما اولاد الاصول بيتجوزهم وهو ده الشرع. جهز بيتك على حدود مقدرتك واتجوزها ان شاء الله بشنطه هدومها، ولو اهلها عايزين يجيبوا حاجه يجيبوا بالاتفاق والتراضي، مش عايزين خلاص، ويكون لها صداقها سواء ذهب او فلوس على حسب مقدرته بالاتفاق. المهم ان المركب تمشي. استنفذوا كل طاقتكم في الاختيار. حرام على المجتمع انتاج مشاريع فاشله. العيال والنواشز كتروا وملوا البلد. وبالتوفيق ليك. صديق للقناه بعت لنا: المعلم صاحب الورشه اكل عليا حقي، انا بفكر اخده من وراه. خلينا نكون متفقين على حاجه، ان اللي عمله صاحب الورشه غلط وحرام، وعايز احذرك ما تعاملوش بمعاملته. يا تاخد حقك قانوني يا تاخد حقك بالحيله والدهاء، بشرط ان ما يكونش في جور لحق الله او العباد. المصيبه الكبيره انك لو اخدت شيء ولو صغير اكتر من حقك كانك اخدت قطعه من النار، لكن تسرقه وانت شغال معاه زي ما سرقك، انت كده نصبت نفسك خصم وحكم في نفس الوقت، وده حرام شرعا لانها خيانه. الحديث واضح وصريح. حبيبنا النبي قال: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب لو ما عرفتش تاخد حقك، دور على شغل تاني وتاكد ان ربنا هيعوضك خير. اخيرا بنصح اي صاحب مصلحه: اتق الله في نفسك واللي شغالين معاك لانهم مسؤولين منك. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. لو اتفقت مع عامل عندك على شيء، ده بقى عهد ربنا شاهد عليه، لازم توفي وتشتري نفسك عشان ربنا يبارك لك في مالك واهلك، والا حبيبنا النبي هيكون خصيمك يوم القيامه. وبالتوفيق للجميع. صديق للصفحة بعت لنا: ازاي ابقى تاجر محترم وكبير؟ خليك عارف ان التجارة علم زيها زي اي علم من علوم الدنيا، بتكبر فيها مع الوقت ومدى قدرتك على الاستيعاب ومقدار الخبرة اللي انت استوعبتها على مدار حياتك. وخد بالك من نقطة: في فروق فردية بين الاشخاص وبعضها، مش شرط اللي يحققه غيرك تقدر تحققه انت. العلم ده جزئين: جزء اكاديمي بيجي بالدراسة، وجزء حياتي وهو الاهم بينتقل بالخبرات الحياتية والاحتكاك والممارسة. مفيش حد يقدر يقول لك تاجر في ايه، شوف جواك انت بتحب ايه، اعزم وتوكل على الله. خد القاعدة الاولى: كل ما تشتري من منبع كل ما مكسبك يبقى اكبر. القاعده الثانيه: الكاش، كل ما السيوله كبرت في ايدك كل فرصك هتزيد لان القرش صياد. القاعده الثالثه: كل ما مصادرك يبقى صعب الوصول ليها كل ما مكسبك يبقى مضمون. نصيحه مني: اشتغل في الخام، لان المصانع والمهن بتحتاجه عشان تشتغل وتدور وتطلع منتج. واخيرا تاكد ان التجاره بركه، وتسع اعشار الرزق في التجاره. وخد مني الخلاصه: الربح في الشراء مش في البيع. اشتري باقل سعر تقدر تربح اكبر مكسب. وبالتوفيق ليك. صديق الصفحة بعت لنا: أنا مش مرتاح في بيتي من كتر المشاكل ومش عارف أشتغل. نصيحتي ليك: حل مشاكلك كلها، واللي ما تعرفش تحله تجنبه. اهم باب لازم يتحل هو بيتك، لان بيتك امانك الوحيد بعد ربنا. لكن لو انت مش مبسوط في جوازك صدقني هتكره نفسك مع الوقت. كل زوجة ولها كتالوج وطريقة تقدر تكسبها بيها وتبقى جيشك الوحيد. اهم نصيحة الحياة زوجية بدون مشاكل: التغافل، يعني كبر وطنش مادام الشيء ده ما يغضبش ربنا. ما تقفش على الواحدة وعدوا لبعض. خليك لاين في مواضع اللين وحاسم في مواضع الحسم. للاسف معظم النساء لا تعي ما تقول. النصيحة الثانية: خلي لسانك دايما حلو وانصح بحب، لان قلب الست في ودنها. النصيحه الثالثه: اتق الله فيها واحتويها وخليك في ظهرها وطيب خاطرها. النصيحه الرابعه: الدعاء، ان ربنا يحفظها ويهديها ويزيد محبتكم. نصيحه لكل زوجه: زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب جوزك على كل تاثير، برضه كل تصرف وفعل ربنا هيحاسبك عليه، فساعتها لا ضعفك ولا هرموناتك هتشفع لك. ربنا يهدي بيوتنا جميعا. ما تنسوش دعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه.